بن عمي بنت عمي، السلام عليكم. عاجل ومن مصادر موثوقة ومقربة جدا، المغرب يعتذر عن تنظيم كان 2025. هادشي اللي كاين. المغرب بعد 24 ساعة من الثقة التي وضعها فيه 22 عضو من المكتب التنفيذي نتاع الكاف، ضرب أخماس في أسداس ووجد أنه تورط وأنه كان ضحية مقلب جزائري. الانسحاب اللي دارت الجزائر كانت خطة دقيقة جدا، مدروسة جدا، والجزائر هي اللي دعات باقي الدول اللي كانت مترشحة باش حتى هي تسحب الملف وتخلي المغرب بوحده. وللأسف المغرب ابتلع الطعم وراح يحتفل بانتصاره. كنهضر بصح، كنهضر من نيتي، يتسحب لكم راه لا، راه بصح الامر فيه واحد المأزق، واحد الورطه وضعها النظام الجزائري، العقول الحكيمه الخطيره المدبره الجزائريه العبقريه، العبقريه الجزائريه. علاش؟ لانها عرفت جيدا، شوفوا الناس كيفاش كيفكروا، عرفت ان المغرب اولا عنده المديونيه 104 مليار دولار ولا ما عرفت داكشي. ثانيا عنده الملف نتاع الزلزال ديال اعاده الاعمار، خصو يقل واحد 10 ولا 11 مليار دولار، فبغات تزيد له هذا الثقل، هذا التورط هذا، باش يزيد يتسلف ويتكلف باش يدير هاد كأس افريقيا بالهلا، يطريه ليه ويزيد يورط راسو في الكريديات وفي المشاكل. فقعاق فوزي للاسف متاخرا، للاسف بعد 24 ساعه. يا ريت يكون فاق غير ذاك النهار قبل باش حتى هو يسحب الملف ويخليو 25 بدون تنظيم، ولكن للاسف فوزي ما صدقش ذكي، ما عرفش مزيان كيفاش يلعبها. فاليوم تم الاعلان على الاعتذار. بعد الاعتذار تم الاتصال مباشره من طرف موتسيبي بالرئاسه الجزائريه شخصيا المراديه عند السي عبد المجيد باش يشوفوا واش الجزائر يعني ممكن تعوض المغرب في 2025. فكان الرفض التام. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.